السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم كوكتيل الرمان بالكركديه. بصراحة تحفة تحفة تحفة. عايزاكم تجربوه، خصوصا الناس اللي بتعاني من الضغط العالي. يعني مرضى الضغط العالي المشروب ده بالنسبة لهم جميل جدا. طبعا حضراتكم كلكم عارفين فوائد الرمان. طبعا فاكهة من فاكهة الجنة، وأوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام إن احنا ناكلها. فما فيش حد طبعا ما بيحبش الرمان. هعمل لكم النهارده بيه مشروب حلو جدا، يا ريت يعجبكم بطريقة خفيفة وظريفة كده. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. وطبعا كلكم عارفين حضراتكم فوائد الكركديه كويس. الكركديه ده يعني سلاح ذو حدين. يعني ايه سلاح ذو حدين؟ يعني مرضى الضغط العالي بيبلوا الكركديه بدون غلية، وتحليه بالسكر او بعسل نحل وتشربيه، ده بينزل الضغط خالص. لكن الناس اللي هي ضغطها واطي بيتغلي، فاصبح الكركديه للضغط العالي وللضغط الواطي. سبحانك يا رب، سبحان الله. لو في ذلك حكمة، ما حدش عارف طب ليه عشان يتغلي يبقى للضغط الواطي، ولو ما اتغلاش يبقى الضغط العالي. سبحان الله. هو فعلا انا جربته لان انا مريض الضغط عالي، فبصراحة لما بيعلى عليا الضغط شوية بشرب كركديه ساقع. بصراحة بيبقى بصراحة جميل جدا، وظبط لي الضغط بجد بجد يعني. طيب تعالوا بقى نشوف وصفتنا النهارده، وصفة ظريفة وخفيفة كده. فيديو حلو كده جدا ان شاء الله هيعجبكم. طبعا الرمان كلنا عارفينه، الرمان الايام دي منتشر جدا في السوق، وبنستغل بقى الموضوع ده ونعمل حاجه حلوه كده، مشروب ظريف كده لاولادنا. هبدا يا جماعه افرط كده الرمان. سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اقطع كده الرمانيه كده، يا رب يكون واضح معاكم. تمام. وبحرف المغرفه من ورا كده، المغرفه اي مغرفه عندك واهو. وهتبداي تخبطي على الرمانيه كده. بدأ يتفرط اهو، ينزل معاكي بكل سهولة من غير تعب، ولا تفتحي الرمانة ولا تقعدي تقشري ولا وجع دماغ اهو. شايفين حضراتكم؟ لسه حبة صغيرين اهو. تمام. هشيل بقى القطع البيضة اللي بتنزل مع الرمان ده كده. يعني ممكن تقشري كمية كبيرة جدا في وقت قصير قوي. طبعا لازم تغسلي الرمان قبل ما تقشريه، تفرطيه، علشان طبعا بيبقى عليه من بره كده تراب، فلازم تغسليه كويس قبل ما تفرطيه. تمام. هكمل بقى كمية الرمان اللي عندي دي كلها وارجع لك تاني ان شاء الله. شايفين كده حبايبي؟ انا كده فرطت خلاص الرمان اهو، زي ما انتم شايفين اهو. ما خدش مني ثواني ثواني. زي ما قلت لحضراتكم كده، اسهل طريقه بالطريقه دي تقسميها من النص، وبالمغرفه عندك وتدقي عليها، بينزل كل الرمان في قلب الطبق اللي انت بتفرطي فيه. تمام. اركن ده على جنب خلاص كده. هاجي بقى عندي نص لتر ميه او لتر ميه زي ما تحبي، معلقتين كبار كركديه اهو، وهبدا ابل كركديه عليهم 3 معالق او 4 معالق سكر، لان الكركديه مزز. طبعا السكر ده تبع الرغبه، يعني حضرتك زي ما انت عايزه حطي. هقلبه واسيبه لما يخرج خالص، ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. هسيبه لمده نص ساعه وبعدين نرجع نشوفه هنعمل ايه. حبيبي الكركديه معايا خرط خالص اهو اهو. تمام. عايزه اوريهولكم بس، يا رب يكون واضح في الكاميرا. تمام. انا ما قعدتوش غير ربع ساعه بس. لو حضرتك حبات تقليه اكتر ممكن تقعديه اكتر، يعني وقت اكتر. تمام. صفيته طبعا بالمصفى، لازم يكون مصفي. هعمل ايه؟ جبت الكوبايات اللي انا هحط فيها، سواء حضرتك هتحط في كوبايات، في كاسات، في اطباق، في كوبايات كده بلاستيك تشتري جاهزه لها شفاطه كده، بتبقى حلوه جدا في الحاجات المشروبات اللي زي دي. بس حاليا انا ما كانش عندي، فحبيت ان انا اعملها في كوبايات عادي جدا في البيت. تمام. هبدأ أعبي الرمان الأول في الكوبايات أهو. بسم الله الرحمن الرحيم.
المشروب ده يا جماعة جربوه، تحفة 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 بجد والله العظيم، عن تجربة ما شاء الله ما شاء الله، هيعجبكم جدا جدا. ده بقى كوباية منه كده الصبح كده، حاجة يعني لمرضى الضغط العالي، واي حد يعني اي شخص هيعمله هياكله جميل جدا. الناس اللي بتحبش تفرط الرمان وبتنزعج من تفريطه الموضوع ده هيبقى حلو جدا بالنسبة لي. هحط بقى الكركديه كده عليه اهو. تمام. هصفي كمان شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. واحلى مشروب كركديه بالرمان هتاكليه في حياتك، تحفه تحفه تحفه. ممكن بقى نزينه بشويه جوز هند كده على الوش، وممكن لا، ممكن تسيبيه كده ساده، ممكن تزينيه بشويه جوز هند كده على الوش. ياه، حاجه بقى ايه خرافه. انا هعمل اتنين كده واتنين كده، بحيث ان انا عندي مش كل الناس بتحب جوز الهند. تمام. يا رب يكون مشروب النهارده عجبكم، خفيف على حضراتكم، وتكونوا استفدتوا منه ولا بحاجه بسيطه جدا ان شاء الله. آه والله بجد حلو جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان ينزلك كل الفيديوهات الجديده، وتعملي شير للفيديو علشان كل الناس تستفيد منه. وما تنسوش اللايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.